الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. والعاقل لا يفضل الفاني على الباقي، ولا يفضل القليل على الكثير. ربنا جل وعلا يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فضلت الآخرة على الدنيا بشيئين، بأمرين: أنها خير منها فمتاع الدنيا قليل، وأنها باقية والدنيا ثانية. ولو لم يكن في الآخرة إلا وصف البقاء لكفى. يقول بعض الحكماء: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لاخترت الآخرة على الدنيا. معنى الكلام: لو فرضنا تنزلا أن المتاع ديال الدنيا فرضا لو كان فضل من المتاع ديال الآخرة، لكن متاع الدنيا زائل، خيرناك بين متاع عظيم لكنه زائل وبين متاع أقل منه لكنه دائم. ماذا تختار؟ خيرناك خذ هذا ذهب، قطعة من الذهب، وهذه قصرية ديال الخزف، لكن الذهب غنخليوه عندك 3 أيام ولا 4 أيام وتردو القصرية ديالك. العاقل اش غيفكر؟ 3 أيام ولا 4 أيام دوز، غتبقى لا قصرية لا والو. إذا العاقل تيشوف الدوام. لو ما كان في الدنيا، لو ما كان في الآخرة إلا أنها أبقى وأنها باقية لكفى، لكان ذلك كافيا في أن يفضلها العقلاء على الآخرة على الدنيا. فكيف وهي خير وأبقى؟ جمعت بين الوصفين. فالعاقل لا يفضل الفاني على الباقي، والعاقل لا يفضل القليل على الكثير. انظروا إلى ربنا جل وعلا في كتابه كيف يصور لنا الدنيا ويصغرها ويحقرها في أعيننا ويكشف لنا حقيقتها فلا نغتر بها. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول الله تعالى في شأنها: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. خير. والآية قرأنا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول الله تعالى في وصف الدنيا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الله تعالى يشبه الحياة الدنيا بحال شي موسم فلاحي، طيح الشتاء كتنوض الزرع تعجب الناس، الخضورة وتولي كيصفر شوية يحصد كأن لم يكن، بحال ما عمرو كان. واضح؟ يعني هذا فيه إشارة إلى سرعة زوالها وقلة وقصر مدتها. يقول الله تعالى في الآية الأخرى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. بحال عمركات ماشي بحال عمركات. ولهذا ربنا جل وعلا يصف لنا حال هؤلاء الغافلين يوم القيامة ويصف لنا شعور الناس يوم القيامة. يقول الله تعالى: ويوم نحشرهم
كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هذا أمر خطير. الحياة لما احنا عايشين فيها يخيل إلينا أنها ذات قيمة، وأن لها شأن، وأن يعني أنها فيها شيء من الطول لما كتكون عايشة، لكن مجرد ما كتموت وتصير في خبر كان الحياة الدنيا تكتشف حقيقتها. الناس بل جميعا سنكتشف حقيقة الدنيا لما نعاين الآخرة، لما نموت نعرف الحقيقة ديالها الصحيحة، وأنها قليلة المدة. انظروا معي، لو أخذنا مثلا بإنسان عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولنقل إنه ولد في السنة الأولى للهجرة، ولنفترض أنه عاش قرنا من الزمن 100 عام، ثم مات. السؤال الذي نطرحه الآن: كم أمضى هذا الشخص في الحياة الدنيا من قرن؟ قرن واحد، عاش قرن 100 عام، هذا محظوظ، قليل من يدرك 100 سنة. لكن السؤال آخر: كم أمضى في قبره إلى ساعة هذه التي أحدثكم فيها؟ احنا دابا 1444 عام، 13 مرة العمر ديالو، محيط القرن اللي عاش، تبقى 1300، يعني كمل 13 وبدا ياكل في 14. 13 مرة العمر ديالو في القبر، مازال ما قامتش الساعة، مازال ما جاش يوم القيامة الذي قال الله فيه: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا الخلود الأبدي، ما نسبة 100 عام إلى ما يأتي بعدها؟ لا شيء، لا شيء. تقريبا كيديروا صحاب رجال الدنيا، تقريبا تكاد تكون لا شيء. لهذا الناس يخيل إليهم أنهم أمضوا في الدنيا بعد أن يخرجوا منها ساعة من النهار، وهذا الشعور نحن يمكن أن نجربه هنا قبل أن نموت بالنظر إلى ما مضى من عمرنا. كل واحد ينظر إلى ما مضى من عمره، لا تنظر إلى ساعتك هذه قد تغرك، ولكن انظر إلى ما مضى. يعني الذي أمضى 20 عاما يقول: لا أدري كيف مضت هذه المدة. وصاحب 40 كذلك، وصاحب 60 كذلك، وصاحب 80 و90 كذلك. لما تتلفت تتوقف تقول: بلاتي خلينا نشوف، وتنظر إلى ما مضى، لا تنظر إلى ما يأتي ولا إلى ساعتك هذه، انظر إلى ما مضى. من الآن يظهر لك صدق ما قاله الله تعالى، وأن الناس يعني سيغبنون. علاش يوم القيامة كيتسمى يوم التغابن؟ شنو الغبن؟ الغبن راه هو الشمتة، الغبن في البيع والشراء. الغبن ماشي تشري واحد حاجة دايرة 5 دراهم باع عليك 100 درهم، يقول لك الناس شمتك، هذا غبن فاحش. يوم القيامة يوم التغابن. علاش؟ الإنسان يشعر بالشماتة، أنا قد غبن، يحس بالشمتة. الحياة هي حقر يعني مما كنا نتصور، عطيناها قيمة أكثر من الجهد، تقاتلنا عليها وتخاصمنا عليها والناس يعني ارتكبوا المعاصي من أجلها وهي لا تستحق. ولهذا اللي بغى يعرف حقيقة الدنيا، من أراد أن يعرف حقيقة الدنيا فلينظر في كتاب الله جل وعلا، فإن ربنا سبحانه وتعالى يصفها لنا ويجليها لنا على حقيقتها.